انا كنت قاعد بتمشى على البحر عادي، فجاه لقيت السمكه دي. سمكه غريبه ظهرت لي وانا بتمشى على البحر في اسكندريه، فقررت ان اصطادها. بصوا يا جماعه، بما اننا في كليوباترا على البحر والساعه عدت واحده، قالوا بقى نروح ناكل اكله سمك كده بس تبقى حلوه. عامه هو المكان ده الوحيد اللي اصفر فاصفر على خط البحر كله، والمكان ده بقى هو وافل، وده اصفر مكان انت هتشوفه على خط البحر كله. من كليوباترا عند فندق الحرم هتلاقوه جنبه على طول، فتعالوا نجربوه واقول لكم بقى حكايه السمكه دي. القصه بقى وما فيها ان المكان ده اصلا بتاع ديزرت ووافل وحلويات ومالوش اي علاقه بالسمك. بس انا من 10 شهور وانا بقلب عنده لقيت الصوره دي بالصدفه، فقررت اول ما اروح المكان لازم اول حاجه اجربها. ولقيت الناس كلها في الكومنتات بتسال على السعر، فقررت ان انا اروح واطلبها واجرب اللارج والميني منها. لسه مولود. ولما قال لي اللارج مش موجود منها، فقررت اعدي الناحيه الثانيه واطلع على البحر واصطادها. تعالوا نودي بقى دي كده هناك. دول بقيه السمك اللي احنا اصطادناه. ده اول حاجه بقى بالمولتن كيك، تعالوا نغرقها احنا اللي شوكليت. بص احنا غرقناها شوكليت، هي غرقت. بص نفتحها بقى دلوقتي، المفروض ان هي تطلع قنبله شوكليت. غرقانه شوكليت. الله تحفه.